أنا اسمي سهير سكري. أساسا كنت رئيس دائرة اللغة العربية في الأمم المتحدة، وحاليا أنا رجعت إلى مصر واستقلت من عملي في جامعة نيويورك بعد ما تقاعدت لسبب أساسي، وهو تغيير أو النهوض بمستوى اللغة العربية في الأمم المتحدة وفي مصر. انتوا دلوقتي اسمحوا لي، انتوا البقايا العظيمة من أيام زمان. ماذا نجد الآن في مصر؟ أصبحنا شعوبا بلا لغة. أطفالنا لا يفهمون ما يقرؤون باللغة الفصحى، ولا يستطيعون الكتابة أو التعبير عن أنفسهم باللغة العامية. أين لغة هذا الجيل؟ صفر. وبدون لغة لا يوجد تفكير، بدون لغة لا يوجد خيال، بدون لغة لا يمكن إبداع. مهمته الأساسية كمؤسسة نادوا باللغة العربية وبإتقانها، يجب إعادة الكتاتيب وتدريس القرآن للأطفال من الثالثة. يجب التعليم الإلزامي يبدأ من الثالثة، لأن الطفل يتعلم اللغة في فترة محدودة جدا من حياته، وهي منذ الولادة إلى 6 سنوات. هذه القدرة الهائلة على تعلم اللغة تبدأ في الإحلال إلى أن تتلاشى في سن 10. وعندما يدخل الطفل في منظومة التعليم يدخل بدون لغة. ولهذا من يقرأ ما يكتب الآن؟ لا أحد. الكل أصبح الآن على وسائل الإعلام يكتب بركته. اللغة بقت مقززة، الإملاء بشعة. أصبحنا بالفعل أمة عربية قليلة. واجبكم أنتوا الجيل الموجود حاليا هو التظاهر على الأزهر. الدكتور أشار إنه عبد الناصر أصر إنه يدخل الأزهر بعد التوجيهية. جهلاء. أنا عندي حضانة تبنيتها مش لاقية شيخ خريج أزهر يتكلم اللغة العربية. أنا هتجنن. ولهذا نحن في محنة فظيعة، وهي يجب أن نعطي أطفالنا اللغة التي سيتعلمون بها في المدرسة. ولهذا التعليم الإلزامي قبل الثالثة وحفظ القرآن وألفية ابن مالك. أنا أخيرا وجدت أستاذ موسيقى في معهد الموسيقى لحن لي ألفية ابن مالك بالموسيقى ليتغنى بها الأطفال، وعندي 3 سنوات وإلى 6 سنوات يغنون ألفية ابن مالك بدون شرط، لا يعني، ولكن دون مداخلة. طه حسين كان يغنيها وهو في الأرض. أنا عندي بقى بالموسيقى الرسمية. نعم. إيقاع حديث رائع. ولهذا أرجوكم نعمل على جعل التعليم الإلزامي يبدأ من 3 سنوات، والمدرس في الفصل يجب في رياض الأطفال لا يتحدث إلا بالفصحى مع الأطفال ليتقنوها كما أتقنوا العامية بالسمع فقط. أشكر.